هاخدكم معايا في يوم في بنك الطعام المصري. تعالوا اوريكم ايه اللي حصل والدنيا هناك بتمشي ازاي. تعالوا يلا نشوف اللي هيحصل في اليوم ده. خطوة حلوة وانشيتيف حلوة الواحد يشارك بيها مع بنك الطعام. يا رب تبقى خطوة حلوة كده ويكون يوم جميل. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل النهارده كده واشارككم اليوم معايا. وصلنا بنك الطعام، المكان في التجمع الثالث. الطرق هناك جميلة جدا وفاضية ومش هتلاقي اي صعوبة في انك توصل. ابتدينا ناخد زي بريف سريع كده او تريننج سريع كده عن المكان بيمشي ازاي وايه الماكينات اللي بيشتغلوا بيها وكل شيء. طبعا المكان كان على اعلى مستوى، كان مجهز جدا ونضيف جدا. تعالوا نشوف الشرح بسرعة. كمل وتطلع كيس وينزل على المصنع من تحت، المصنع ضريب ده يعني صفه الدور ده وهكذا. رز، مكرونه، الحاجات اللي هي بتتعمل ده اللي بتتكلم عليه التغليف. تحت بقى المنتج ده المنتج النهائي ونبدا ناخد التغليف. اليوم بقى اللي بيجي بيفكر غزه وخصوصا زي كبار السن، زي ذوي الاحتياجات، زي كمان طلبه. في برضه عندنا كمان المرأة المعيدة، الأم الحامل، الأم حديث الولادة. بناخد المنتج النهائي نعمل مش هنحط إنتاج، واحنا كل اللي بنعمله احنا بنحط فيها باك. احنا ممكن ننزل نشوف يعني الجزء الثاني من المصنع هو الدور اللي تحت. وصلنا بقى المكان اللي بيتم فيه اعداد بقى الكراتين بشكل كامل، بيحطوا فيها كل المواد الغذائيه اللي محتاجين يحطوها في الكراتين عشان خاطر توصل للاماكن اللي عايزين يبعتوها فيها. المكان كان فيه كل شيء حرفيا عشان الكرتونه تكون كامله، تكون معده لاسره كامله، تكون مليانه كل شيء الاسره ممكن تكون محتاجاه. ده شكل الكرتونه بالمناسبه، فيها كل شيء الاسره اللي ممكن تكون محتاجاها في اي مكان بقى هتتبعت فيه. الشيء الجميل والشيء اللي فاجئني جدا 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 هناك ان كان في ناس من كل الدول العربية موجودة عشان بتساعد وعشان خاطر بتجهز الكراتين دي عشان تكون تتغلف وتوصل للأماكن المبعوثة ليها. من كل البلاد العربية كان في ناس موجودة وقابلنا ناس كتير جدا هناك. الناس هنا شغالين زي الساعة، ما بيهدوش عشان كل المعونات وكل حاجة توصل في ميعادها وتوصل مظبوطة. فعلا فعلا زي ما اتفرجتوا كده الناس شغالة طول الوقت وما بيهدوش خالص. ده كان يوم سريع كده خدتكم معايا في بنك الطعام وشفنا كل الحاجات بتمشي ازاي وشكل المكان هناك عامل ازاي. متنساش تتابعني وتستناني في فلوج جديد. سلام.拜拜。